إلى مواجهة أخرى. قمة المغرب والبرازيل أوفت بكل الوعود. نتابع ونستعرض معكم أبرز ما جاء في هذه القمة الكبيرة. قمة ممتعة ظهر من خلال المنتخب المغربي رابع العالم بأداء مميز ومقنع أمام البرازيل صاحبة الخمس ألقاب. كذلك أداء جعلنا نفخر بشكل خاص للمغرب ولنا كعرب في هذا الأداء الممتع، استمرارا لأداء ممتع في آخر نسخة مونديالية تاريخية عشناها هنا في قطر. بدأ كذلك بنفس الأداء الممتع والمقنع والمبهر. بداية زميلي مشاري، لابد أن نهنئ أنفسنا مغاربة عرب وأفارقة على هذا الدخول الجميل، لأنه لما تواجه في أول مباراة لك منتخب في قمة المنتخب البرازيلي الذي تترصع على صدره النجمات الخمس، فأعتقد أن تقدم مستوى بهذا الشكل. أنا أتصور على أن كانت مباراة بطولية، مباراة للتاريخ. قلناها بالأمس أن المنتخب المغربي أمام رهانات كثيرة. ربما الرهان الأول هو أن يعطي الامتداد للصدى الجميل، أعطى الامتداد للصدى الجميل الذي تركه في قطر، في ملحمة قطر 2022، وكأن الزمن موصول. منتخب أولا أصبح له قيمة ومرجعية عالمية. لا بس أنا بستغل الفرصة. هدف السيباري ردة فعلك شنو كان؟ جنون 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 جنون. يعني الواحد يخاف على قلبه، ولا تمريرة والله يخاف على قلبه. لا ما شاء الله لسه شباب. لا والله لا والله انا اشوف لكن لحظات صعبه. اي هو اجمل التمريره ام الانهاء؟ لا كل شيء الاستخلاص الاول من مزراوي، الاستخلاص الاول، لانه هذا هو السلاح اللي يحارب به المنتخب المغربي. التحولات السريعه يعني كلوحه كقال علي، لوحه فنيه جميله جدا. ما يستاهل شيء. قلنا المغرب تستاهل شيء يعني من بدر الدين ادريسي. والله شوف خلينا في البداية. لكن على العموم كانت مباراة يعني تستحق ما قلنا عليها أنها مباراة أجمل مباريات الدور الأول المجموعات إلى غاية الآن. المنتخب المغربي أكد على أنه اختصر المسافة بشكل كبير جدا على منتخبات مثل البرازيل، فلذلك نقطة محفزة تدفع المنتخب المغربي إن شاء الله إلى أنه يبحث على التأهل إلى الدور الثاني. من بدر إلى علي إلى هذا الهدف، هدف جميل كما ذكر بدر علي في الاستخلاص، في التمريرة، وفي الإنهاء. يعني لوحة فنية ممتعة جعلتنا نفخر كعرب بهذا الهدف للمغرب. تمريرة ضربت ماركينيوس وماغالايس، اثنين من أهم المدافعين على مستوى العالم بباريس سان جيرمان وفريق الأرسنال أول شيء. شغلة ثانية، أنت ليفربولي على طاري الأرسنال طبعا. شغلة ثانية، إسماعيل السيباري قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بايرن ميونخ، لأنه بايرن ميونخ حاطه على كتوب تارجت له تحت الرادار. هو متألق جدا، ويكفي انه سجل هدفين بالانفيلد على ليفربول بدوري ابطال اوروبا. هيدي شغله يقول لك مبروك السلوت انه مشي بعدها. خلصنا منه. هو السؤال، انت يعني عندك امكانيات تنهي نفس الانهاء للسيباري؟ انا كنت وينج شمال، ما كنت راح احارب. مساعد في هذا الهدف. المغرب من أين تبدأ في هذه المواجهة الممتعة؟ أبدأ من القيمة الفنية اللي كان عليها المغرب، العشر دقائق 15 دقيقة الأولى. يعني فريق كان مسيطر على كل شيء في الملعب، إلى درجة أنه أصلا بدأ لاعب المغرب أنهم كل واحد يأخذ دوره في إضاعة الفرص. يدلك على أنه في رسم تكتيكي قادر. هي المبادرة هي الأفضل على أعلى مستوى. الشيء الوحيد اللي كان إلى درجة أنه شوف بالنسبة لتحفظ البرازيل ومعرفتها بالقيمة العالية للمغرب، أنا لم أشاهد الظهير الأيسر البرازيلي يتقدم أبدا. صحيح. أشرف حكيمي. وأنا مستعد إني أكمل وأعيد المباراة. أنا قلت أنت مستعد إنك تلعب نفس الأداء. صعبة هذه، صعبة. أنا قلت مستعد، قال مستعد. صعب إني أنا تخصصي رفع كورنر. اللي حاصل اليوم شوف أبدع بالنسبة للاعب فينيسيوس، أبدع في الهدف، لكن تظلت الأمور يعني تحت سيطرة المغرب. البرازيل الشوط الثاني بدأت. بما أنك ذكرت فينيسيوس، هدف جميل الفينيسيوس جدا. هدف كان رائع جدا. فينيسيوس دائما عادة أهدافها، وهذه طريقته في ريال مدريد. هذه الأهداف اللي يسويها. لا بيحط لك الهدف، خصوصا الهدف كان جميل وكان معبر، وهدف يمكن ضد مجريات المباراة، كان الاستحواذ والأفضلية للمغرب. نعم. لكن شاهدنا هذا الهدف كان جدا مميز. صحيح. علق على هذا الهدف. هذا يعبر عن الإمكانيات الكبيرة اللي يملكها اللاعب، قدرة على التحول، قدرة على أنه تجاوز المدافع، قدرة على التسديد القوي.
فكر على اعلى مستوى، يعني في الضيق نسميه احنا بالضيق. شوف فينيسيوس فكر كروي كبير، للاسف انه موجود على لاعب في الخارج مزعج. لو اكتملت عنده بعض الصفات السلوكيه، يعني قصدك انه يعني يتكلم كثير وتصرفاته حتى في نهايه المباراه ايش سوى؟ هلا هو كاركتر. بعد نهايه المباراه رفض يصرح وقال انا سادفع للحكم الرابع بين الشوطين. رفض يصرح. رايك في تصرفه بين الشوطين؟ يعني مثل هذا اللاعب قيمه كرويه عاليه لكنها تجدها غير مكتمله، لو اكتملت والله لا يكون مصاف ميسي ورونالدو. طيب خلاص، بما انك ذكرت فينيسيوس نشاهد ماذا قال فينيسيوس. اذا هذه يقول انا ما اصرح. اول شيء رايك في طيب لا بس خليني اسال عشان صابر بعد يشاركنا في هذه النقطه. ان يصرح اللاعب بين الشوطين هذا امر مقبول اولا. ثانيا ردة فعل فينيسيوس رايك فيها؟ من حقه انه ما يصرح، خاصه انه الميكروفون هذا في المدخل صح، في الممر في الممر هذا جانب، لكن ردة الفعل اني سادفع الغرامه يعني فيها غطرسه تعبير. والرعايات المطلوبه بالمباريات استغلال تركيز اللاعب. لا هيدي فيها فلوس، لعبه فلوس. لذلك اللاعب بس لاحظت صابر يقول استغلال. لا مش استغلال، لاعب محترف المفروض انه هو قادر يضبط مشاعره باي لحظه من لحظات المباراه، ومنتخبه عارف بهذا الشيء. ومدير المنتخب لما حضر الورك شوب عرف انه في مقابلات بدها تصير، في لعيبه رح يختاروا، فما بتدخل الموضوع انه انا اذا بقدر ولا ما بقدر وبدفع الغرامه. هذا غلط، لانه في الاوبريشن للمباراه بتتطلب هذا الشيء. طيب بس هل هو اجبار؟ هذا هو السؤال. مجبر لا مش مجبر لانه ادفع الغرامه وخلاص. انا اللائحه قال ادفع الغرامه. بس ليش الغرامه؟ لانه مجبر. ترى اللي كان معصب فينيسيوس وليس علي وصابر. لا نحن مش معصبين. بدر لا هذه قواعد منصوص عنها. انت مع ولا يعني نحن لا نتفق على القاعده. انا بالنسبه لي مع صابر انه لا ارى داعيا. مو معهم. لا بس لحظه اعطيك مع القانون. القانون يقول لك توقيت. بدك تعمل مقابله بدك تيجي تعمل مقابله. ممتاز. ليش انا بدي احترمك كلاعب وانت كلاعب ما بتحترمني كصحفي؟ هو السؤال اجبار؟ مش اجبار بمعنى الدكتاتوريه. شوف انا اللي قلت بدر اللي قال ضمن القانون بدك تجي. ممتاز بدر. شوف اجباري ما دام انه موضوع في اللوائح. ما دام ان فينيسيوس يقول له لو اردت ان توقعوا بنا غرامه اوقعوها، انا سادفع. اذا هناك الزاميه في انك تمر، والمرور عبر الفلاش انترفيو ولا يسموه هذا بيفرض الفيفا من الاول. فبالتالي انا مع عنصر مهم جدا انه اللاعب ينهي جوله من 45 دقيقه متعب، وذهنيته متعبه وجسده متعب، ويستعجل الدخول الى غرف خلع الملابس ليأخذ نفسه، وانت تطلبه في تصريح. احيانا هذا التصريح الاعلامي لا ياتي باي شيء. يا بدر والله نتفق. والله لا ياتي بشيء. انا بستمع لكلام كثير من اللاعبين والمدربين. نتفق والله نتفق انه هذا تسويق، وانه هذه اموال، وانه هذه اشياء. احنا نختلف على ردة الفعل. شو اسمه هو يقول لك معصب مركز بالمباراة يا اخي، ولا ركز هو في غيره يصمت ويمشي. احنا نتكلم لك عن شخصية لاعب، لكن اللي انتم تكلمتوا عنها هذه نتفق 100% معكم. انت مجرد ان انت اختلفت معانا دلوقتي اهو متنرفزت وتعصبت وشوحت، فما بالك براجل جاي. انا بريء انا يا مشاري. انا والله صح كلام صابر. انت هني وعصب لاعب يلعب 45 دقيقة. ليش انكم اخذتوا الموضوع منحى ثاني؟ لا هو اللي خذ صابر ويا بدر. ارجع لك قبل الوقعة دي بدقيقة واحدة كان في كرة التحام ما بين حكيمي وما بين فينيسيوس، بغض النظر بقى عن احنا شايفينها تستاهل بطاقة صفراء بطاقة حمراء، قبلها بدقيقة مباشرة في نهاية الشوط الأول. وكان فينيسيوس بيطالب ان هو يبقى فيه بطاقة عقوبة على حتى ما احتسب خطأ، فخرج متنرفز من الحكم ومن أداء زمايله. ممتاز. تيجي تصطاد. ممتاز. بس أخيرة على تختصر المشهد كله. وقت اللي بيكون في مشهد كبير للعبة الاندستري بشكل كامل، بصير فينيسيوس وغيره تفاصيل. فبهيدا الموضوع بس يمكن يكون ميسي حيتعاقب وحيواجه نفس الشيء. ممتاز. ايوب ما اديناش المغرب حقه. ممتاز. بدر ايوب بعدي.
يعني لاعب ممتع، لاعب لاعب في سن يعني 18 سنة. نشاهد أيوب بوعدي كما نتابع في عام 2018 لم يكن هذا المغربي ويلبس اللباس المغربي برغم انه تكوين فرنسي. بس بدر الشخصية الكبيرة في أول مواجهة، يعني أعطانا اليوم دلائل أنه لاعب قادم إن شاء الله. يعني اليوم إذا كان الفرنسيون يعضون على العناب بالبردة ويعضون على أصابعهم ندما لأنه راح منهم لاعب على أعلى مستوى. الذين كانوا يقولون على أن هذا الولد ليس له مكان في وسط ميدان فرنسا الحالي مخطئون. ما أظهره البارح يا سيدي العزيز، تواجد في كل رقعة في الملعب، يطلع على بونو ياخذ منه الكره، يمشي على مزراوي ياخذ منه الكره، على حكيم ياخذ منه الكره. شوف القضيه كيف يخرج بالكره وفينيسيوس ضاغط عليه وايضا رافينيا ضاغط عليه. خامه فنيه استطيع ان اقول لك من الان ان هذا اللاعب يمثل اليوم في هذا السن 18 سنه اجود لاعبي وسط الميدان في العالم. واذا كان نادي ليل اليوم يطالب ب 70 و80 مليون يورو عشان يخليه يمشي لنادي اخر فمحق في ذلك، لان هذه جوهره رائعه جدا. مشاري قبل ما تروح ليفربول، قبل ما ادخل على السجن عندك بداوا التحرك ليفربول شفت علي الزين، اول واحد بدا، اول من بدا علي الزين مكسب خصوصا المركز هذا، يعني قله يلعبون في هذه الجوده. بداوا الاتصالات بهذه الشخصيه يعني. لاعب مش معقول لانه المخ الكروي عنده اعلى بكثير. انا تعادل قطر بالامس كان مفاجاه ساره، تعادل ومستوى المغرب بالامس امام البرازيل كان المفاجاه الساره، ولكن اجمل المفاجات الساره اللي انا تابعتها بالامس كان مستوى بوعدي. مش ممكن، ما شاء الله، تالق غير طبيعي، تحركات ده بيراوغ اكتر من مره، ده مش اول مره يراوغ داخل منطقه الجزاء. انا في اول مره عملها في بدايه المباراه قلت ايه المجنون ده كده، ده التعبير اللي خطر على بالي، ايه المجنون ده وايه اللي بيعمله. ولكن مع مرور الوقت تاكدت ان هو يملك القدرات اللي تساعد انه يعمل كده. يا راجل بيمثل حلول لكل اللاعبين. لما دياز يتزنق بلغه الكوره ومش لاقي حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي ظهر له. لما سيباري يتزنق ويلاقي ما فيش حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي ظهر له. ياسين بونو لما الزوايا تضيق عليه ومش لاقي حد يمرر له، يلاقي ايوب بوعدي بيظهر له. بيظهر لكل اللعيبه كميه النجوم الظاهره، رونالدو وكذلك كميه النجوم في الملعب وخارج الملعب في حضورهم لهذه المباراه، لهذه القمه المغرب والبرازيل. كذلك يعني تعطيك ان هذه القمه داخل وخارج وعلى مدرجات الملعب لها أهمية في كل تفاصيلها. ما هو أنت لما يجتمع سحر السامبا مع زئير الأسود في ملعب واحد، طبيعي هذا الملعب كاكا موجود يمتلئ بالتاريخ، روبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو. يقول لك بالناس يعني حتى هم يمكن يملكون لها غير، وعمدة نيويورك كذلك حاضر، وكثير من النجوم حاضرين، وسعادة سيد ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان كذلك حاضر. الكل حتى حاضر. اقول لك علي الزين سرب خبر انه ليفربول مهتم بايوب بوعدي، ارسنال ايضا ايوب بوعدي، لكنني اتوقع ان يكون طريقه الى باريس سان جيرمان. جميل، إذا النجوم حاضرة في هذه المواجهة. كافو وبيبيتو، طبعا يمكن احتفال بيبيتو في 94 في أمريكا. نعم. تذكره طبعا، لا تقول يمكن بعد ما تذكر. إيه، احتفال كان بطريقة حمل الطفل المولود. أيوة، وشاركوا ممتاز. استراليا